تعال. هات واحدة كمان. كنت فين امبارح يا ابراهيم؟ ناجي باشا. لا مفيش، ده احنا نزلنا نتمشى شوية، أصل الجو كان حلو فقلنا نعمل شوية رياضة. وعملت شويه رياضه؟ للأسف شوية تمارين خفيفة، أصل رياضة ممنوع هنا. تعرف يا باشا انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الشيوعية عمل حالة من عدم التوازن في العالم، أدى إلى ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، اللي هو إيه بقى؟ تحكم القوة الرأسمالية الواحدة في مصائر العالم التالي، وكل ده بسبب البروسترويكا. ايه يا واد الثقافة اللي حطت عليك فجأة دي؟ ده انت كنت تافه، ما تعرفش الألف من كوز الدور، انت جبت الكلام ده منين؟ أصل إحنا عدينا على المركز الثقافي الروسي. والله بس الناس إيه يا باشا؟ ما شفتش حلاوة كده ولا طعامة ولا جمال. في المركز الثقافي الروسي. ده انتوا قعدتوا بقى. ده احنا خدنا ودينا معاهم كتير، ده احنا قضينا الليلة كلها هناك. كنتوا فين امبارح يا عبد الجليل؟ كنتوا فين امبارح؟ في قهوة العروبة يا باشا. قهوة العروبة ايه يا حيوان؟ ده كان المركز الثقافي الروسي. وانا مش عرفني ان قهوة العروبة قلبت ثقافي روسي. انا مش بقول لك يا باشا ده جاهل، ده فاكر القهوة مركز ثقافي روسي. شوف ياض انت وهو، انتوا لا كنتوا في قهوة ولا كنتوا في المركز الثقافي الروسي، انتوا كنتوا في كباريه الصيع، وانا الحق عليا اللي نزلتكم بعد الساعة 8. وانت فكرك يعني يا باشا احنا رحنا الكباريه ده للمسخرة وقلة الأدب؟ امال علشان ايه؟ لتلاقي الحضارات. احنا لما نعمل تبادل ثقافي ما بيننا وبين الجنسيات التانية ده بيوسع مداركنا، صح يا عبد الجليل؟ بيوسع مراكبنا. مداركنا. بيلسع مراكبنا. عليا الطلاق يا باشا، هم 6 بيرة هم اللي جابوا من الاخر معايا. يلا نجار انت وهو، النهارده النبطشيه بتاعتكم، وزاهر وتهامي هم اللي هينزلوا. يلا اطلعوا لفوق. الله الله. بالراحة. قهوة يا حمار. ايه يا جدعان في ايه؟ ناجي باشا كل اللي يهمه حد يقعد جنب الفلوس، اي حد. اسمع يا ابراهيم، ما دام ناجي باشا قال لك تقعد انت عبد الجليل، بقى لازم انتوا اللي تقعدوا. يا جماعه احنا ننفذ كلامه بقى بالحرف الواحد. يا نهار مش اسمك يا جدعان، يا نهار مش اسمك ايه؟ انتوا ما سمعتوش ابراهيم؟ الله، ولا كنتوا نايمين يعني؟ الراجل بيقول $1000 لكل واحد فيكم يقعد بس جنب الشنط، ولا اسمه حارسها. الله، ولا هو رزق الهبل على المجانين يعني؟ ما احنا كنا في مصر بنقعد نبرم كده على ربع المبلغ ده وما بلاقيهوش، ولا هو نفسي فيه واقول اخي. يا عم دي عالم فقريه مش وشنا يا عم، احنا نقلق. يلا استنى بس بلاش يا ابراهيم، فلوس. استنى بس. طب هنقول ايه لناجي باشا بس؟ يا عم يا حكايه، ما تقول له اي حاجه، قول له قلنا لابراهيم ما جالناش مزاج ننزل، وكمان هو ناجي باشا فاضلنا، ما هو قاعد مربط مع المزه اللي معاه تحت وعايش الحدوته بتاعته. انجزوا. مبروك عليكم وعليك. يلا يا معلم، مبروك يا فندم.
ايه يا باشا، انا خلاص مش قادر. انا عايز اخدك ونخرج بره المكان ده في حته انا وانت لوحدنا. مش ممكن إبراهيم، أنا ممنوع يخرج من هنا خالص. لو حصل ده يرحلوني من سوريا تاني يوم. يا باشا انا ماشي بكره، انا راجع مصر، خلي عندك دم بقى. اهدى يا إبراهيم، مش تعمل كده. طب اشوفك مره واحده بس، مره واحده نبقى انا وانت وعلينا باب مقفول، بدل الاشكال الزباله اللي عماله تبحلق فينا دي. انت عارفه عشان اجي اشوفك النهارده انا دافع كام؟ 2000 دولار. عشان بس أشوفني دافع 2000 دولار؟ ليه؟ لزميلي في الشغل عشان يقعد مكاني. 2000 دولار عشان يقعد مكانك ليلى؟ أنت بتشتغل إيه يا إبراهيم؟ انا بشتغل مليونير. اهي دي بقى هي اللي دفعتني 2000 دولار النهارده. بقول لك ايه، ما تاخديش 2000 دولار زيهم وتسمعيني دي في اوضه. طيب اسمع إبراهيم، الليلة دي مش هينفع. بقول لك ماشي بكره. بكرة طيارة الساعة كام؟ الساعه 6، بس لازم اكون في الاوتيل الساعه 3. كويس كتير. احنا ممكن نخرج من الهوتيل الساعة 2 الظهر. أنا هقابل أنت قدام الهوتيل بكرة وهنروح عند واحدة صاحبتي. أنا عندي مفتاح الشقة بتاعها. نقعد ساعة مع بعض ونودع بعض. أنت يروح مطار وأنا أرجع الهوتيل. هنقعد ساعه واحده بس مع بعض. ساعة ونص. لا لو ساعه ونص ماشي. هو زي ما انا بقول لك كده يا معلمه، هم 20 دولار. اتفقنا يا بنت الناس؟ اهلا وسهلا. ما اتفقناش انت حره. وبعدين انا هاخدك مكان اكلك لقمه كده ارملك بيها عظمك، وبعدين نقوم رايحين على موكنا نقعد فيها ساعتين ثلاثه، واقوم هابق على المطار عشان اعدي معاه الطياره. ها اتفقنا؟ اتفقنا. اشربي يا معلمه كده وراح راحي. الحفلة بتاعت بكرة دي لازم تحضريها، مهمة أوي يعني. دي مش حفلة، دي ريسبشن للسفارة الأمريكية اللي عاملاه. وبعدين هيبقى في ناس من بلاد كتير هيتكلموا، وأنا هبقى سبيكر. على فكرة يا كاميليا أنت حاجة تفرح، سبيكر. طول عمري كان نفسي أحب واحدة سبيكر. أصل أنا كمان سبيكر. وشوف بقى لما واحدة سبيكر تتجوز واحد سبيكر، الاتنين بقى يبقوا ليل ونهار سبيكرز. أصل أنا ماسكة فايل مهم جدا في الأمم المتحدة. فايل إيه؟ الأطفال في العالم الثالث. عارف يا ناجي، أنا لاحظت إن أوروبا وأمريكا وكل الدول المتقدمة دي بتهتم اهتمام كبير جدا بالطفل. الطفل بالنسبة لهم أهم كائن في الوجود. ونفس الدول دي لما بتيجي تتعامل مع أطفال دول العالم الثالث تحس على طول بالتعصب في معاملتهم. شوف في كم طفل مشرد في فلسطين، عراق، سوريا ولبنان وحتى مصر. حد بيعمل لهم حاجة؟ حد بيتحرك؟ ولو طفل أمريكي جراله أي حاجة الإعلام والدنيا تتقلب. بموت في حماسك، حقيقي بموت في حماسك. كان نفسي أشوفك وأنت سبيكر، لكن معلش مفيش نصيب. بص بقى، انت تخلصي الحفله بتاعتك وتحطي نفسك على اول طياره وتحصليني على مصر. انا بقول لك اهو. الحمد لله والشكر لله. انا اسف. انت فين؟ حصلت مشكله كده
كلكم شويه عيال، عمركم ما هتتحملوا المسؤوليه. اللي بيجري ورا واحده روسيه والتاني اللي نسي كل حاجه وعمال يسبل وداخل في قصه حب. ايه؟ لا يا ناجي باشا، معلش، انا حسام مجرد اصدقاء، وحسام بالنسبه لي مش اكتر من صديق يعني. انا لما اخترتكم واحد واحد كان عندي احساس ساعتها ان انا اب بيختار ولاده. معظمكم ما كانش يعرف التاني. انا مش عايزكم تزعلوا مني. طبعا من حق كل واحد انه يكون له حياته الخاصه. انا ما فيش حد في حياتي غيركم، ما فيش. عشان كده لما ازعق بزعل، اشخط، اشد عليكم. لازم كمان تعرفوا ان انتوا كلكم بالنسبه لي كل حاجه. والله العظيم 3. انا ما طلعت العمليه دي يا باشا الا عشان بحبك انت. انت حبيبي يا باشا. ما تزعلش مني. انا عمري بزعل منك. ما تزعلش يا باشا. باشا انا بحبك قوي يا باشا. لا مالك؟ انا بحبك قوي يا باشا. انا بتعملي ايه يا ابن الكلب؟ هتموتنا كلنا. انا بحبك قوي يا باشا. انا بحبكم كلكم. ده مجنون. مين؟ هاوس كيبنج. ثانية واحدة. اجي. ايه ده؟ انت ما سافرتش. اما حتة مفاجأة. اما حتة مفاجأة. الورد ده علشاني؟ اما حتة مفاجأة. تعالى اتفضل. الواد ابراهيم الحيوان ربنا يكرمه ضيع علينا الطياره وخلاها تفوتنا. الظاهر ان انا ليا نصيب اشوفك تاني. ما تتصورش مدى سعادتي. عارف يا ناجي، الصبح لما سلمت عليك ومشيت مش عايزه اقول لك كنت حاسه باكتئاب قد ايه. اديني بقى قاعد على قلبك لغايه ما نمشي. يا سيدي ده انا ليا الشرف انك تقعد على قلبي. انا مش عايز اعطلك. انا عارف ان البروجرام بتاعك طويل. انا همشي جنبيكي بس مش هفتح بقي. اي حد يسالك ده مين قولي له ده مدير اعمال. العفو، ده انا اللي اكون مديره اعمالك. بص بقى يا سيدي، الاول هنطلع على المركز الثقافي الروسي. المركز الثقافي الروسي. كويس، حلو. يعني في معرض لوحات وعايزه اشتري شويه كتب. نص ساعه 3/4 ساعه، مش هنتاخر يعني. لا ما فيش اشكال. بعد كده، بعد ما نخلص المركز الثقافي الروسي هنعدي على الملحقه الثقافيه التركيه. الملحقه الثقافيه التركيه. تراكوا دول حبيبنا. ده اردوغان ده طلع راجل كده. بعد ما نخلص المشوارين دول هنعدي على جمعيه الصداقه الروسيه السوريه. جمعيه الصداقه الروسيه السوريه. ده يوم منايل بنيله باين. ناجي، كلها مواعيد وارتباطات مهمه. طيب بعد ما نخلص بقى كل ده انا عازمك على مطعم. انما مطعم ايه يعني؟ مطعم ايه؟ مطعم تنظيم القاعده. هو بيقدم اكل ملهلب مولع نار. لو ليكي في الحراق يعني. بكره بقى انا عارف. لا، بكره انت هتيجي معايا الريسبشن بتاع السفاره الامريكيه. طبعا. بس لازم اعمل لك تصريح. انت عارف الاجراءات الامنيه. هو انت اسمك الثلاثي ايه؟ مش فاكر. اسمع يا حسام، ناجي بيه عنده حق. احنا فعلا نسينا نفسنا. احنا جايين في مهمه ولازم تخلص، وبعد ما تخلص المهمه دي انا لسه عندي حاجات كتير جدا لازم اعملها. يعني ايه نضال الكلام ده؟ انت عايزه تنهي اللي بينا؟ اللي ما بينا ما بدأش يا حسام عشان ننتهي.
انا لسه عندي مشوار طويل جدا اهم مني ومنك، والفلوس اللي انا هاخدها انا عارفه هوديها فين وهعمل بيها ايه. ايوه بس انا مش هسيبك يا نضال. انا هحط ايدي في ايدك وبالفلوس دي نعمل كل اللي احنا عايزينه. يا حسين، انت عندك والدك اللي لازم يفرح بيك، وعندك بطولاتك الرياضيه اللي لازم تحققها، انما انا واحده عايشه لوحدي ملهاش حد. انا المكان الوحيد اللي ناسبني في غزه مع الحاجه فاطمه. ارجوك يا حسين انسى الموضوع ده. Yes. Nagi Mohammed Attallah. He will be attending the conference with Camelia Sobhi, the UN representative. We want him with any price. What is the name of the hotel he's staying in? He should not leave the embassy by any means. Okay. ברור שיש לך הודעות מסמכות, אדון מנחם? اخ زي برور وش مبين عليه اخبار مفرحه. انا هيك احساسي. اليوم بالليل متاخر نسمع الاخبار المفرحه. وليش ما بتقول لي هسه؟ ما بحب اعيد كلامي مرتين وانت بتعرف هلا بالاجتماع. اذاك هون؟ كان أدون مناخ. يلا خلينا نفوت.